مرحبا بكم من جديد مشاهدينا متابعينا الاعزاء الى الجزء الثاني من برنامجكم الرياضي زولميكس، ونعرج الان على نتائج الانديه الجزائريه الاربعه في الجوله الاولى من دور المجموعات لرابطه ابطال افريقيا وكاس الكاف. نبدا ب امجد واغلى الكؤوس الافريقيه رابطه الابطال مع فريقي مولوديه الجزائر وشبيبه القبائل. المولوديه والشبيبه خيبت في الجوله الاولى من دور المجموعات. المولودية خسرت بكيغالي الرواندية أمام نادي الهلال السوداني بهدفين مقابل هدف واحد لحساب المجموعة الثالثة، فيما فريق الشبيبة انهار بالقاهرة المصرية أمام نادي الأهلي المصري، خسر بأربعة أهداف مقابل هدف واحد عن المجموعة الثانية. نبدأ معك سيد مزيانيغيل، هل كانت هذه البداية متوقعة للشبيبة والمولودية؟ 4-1 للشبيبة وخسرت للمولودية في ملعب محايد بكيغالي مع فريق ما عندوش بطولة نظرا لظروف في السودان. تم الموافقة مؤخرا فقط على الانضمام إلى الدوري الرواندي. والله كنا ننتظر أن ربما بما يخص شبيبة القبائل أن تلقى الصعوبات مع فريق الأهلي، ولكن بما يخص المولودية نظن الكثير، أنا منهم كنت أظن أن ممكن على الأقل مولودية ترجع على الأقل بالتعادل، على الأقل بنتيجة مرضية، تعادل أو الفوز. لأن المولودية أخيرا كان شفت المقابلات تاعها في البطولة الوطنية بدأت استرجعت نوعا ما القاعدة الجماعية في اللعب الجماعي تاعها، وكانت ثقة كبيرة كذلك عند اللاعبين وعند المتتبعين لهذا الفريق. إذن بهذا الروح كنت أنتظر أن تكون مقابلة صعبة، ولكن ممكن أن تسيرها المولودية في صالحها. هل خروج غزالة بعد 10 دقائق بسبب الإصابة هو الذي أخلط حسابات المدرب؟ ممكن، لأن هذا المنصب منصب حساس جدا، والتعويض تاعو بلاعب في مستوى غزالة صعيب. لا، ما المشكل ما عندهمش بديل في المحور. تم الاستنجاد بحليمية الذي كان ظهير أيمن لأصبح في محور الدفاع. هذاك التغيير هذا ربما إلى ديزيكيليبري شوية ليكيب، ولات ما عندهاش نفس التوازن اللي كان في البداية. ولكن هذا ما يفسرش كل شيء، لأن شفنا اللعب الجماعي لمولودية الجزائر ما كانش في المستوى اللي ربما كنا ننتظره. حتى الرغبة في التنافس على الكرة ولا كان ناقص نظرا للمجهودات اللي بذلها فريق الهلال السوداني. رأي النائب رئيس الرابطة المحترفة سابقا ورئيس أهلي البرج سيد جمال مسعودان بالنسبة لهذه البداية الغير موفقة للشبيبة والمولودية في رابطة الأبطال. التفسيرات عديدة، الأسباب كذلك عديدة. كيف؟ كاين اسباب موضوعيه، كاين اسباب ذاتيه مرتبطه بالفريق اللي هي التقنيه واللي كاسي مزيان ما كان له الرجوع اليها. ولكن نرجع الى بدايه الموسم عندما قررت الفيدراليه اخذ قرار انه تسقف الاجور، الكتله لاماس اجور اجور الفرق يعني الكتله لاماس سالاريال تاع الفرق ب 50 مليار. ونحن نعلم ما بين قوسين انهم عده فرق تجاوزتها، ولكن تجاوزتها بصعوبه. 6 فرق تجاوزتها وراسلتهم في داريه، والملف راه مازال على مستوى لا دي ان سي جي ولم يفصل في الموضوع بعد. ولكن هذاك في البدايه كان عائق امام كنا سامعين باللي مدربين ولاعبين كبار كانوا يحوشوا عليهم جي اس كا وتحوس عليهم من المولوديه، تحوس عليهم ليجما ولا من السي ار بي، ولكن كانت الامور معقده وغير متاحه والخشيه هذيك. معناتها انه القرار، وانا نتذكر تري بيان اننا في البلاطو معاك ومع سي مزيان في العامين في القرار في هذه النقطه نذكر ان قناه بطوله تي في شهر اوت كنا سيد مزيانيغيل كنا نقولوا سبقنا وكنا قلنا بنا انا كنت توصل لهذه كنت حاضر فيها وقلت باللي حاضر فيها انا وقلت باللي انا هذا سي اون ديسيجن بروتال ستادير رامني دي كلوب اللي دو تيير، وقلت انا في ذاك الوقت حتى دو كار
صديق كنت نصرف 150 او 200 مليار tu me ramènes à 50 مليار. هذا الامر هذا راح يتطلب دي ساكريفيس ايمونس. وحنا هذا الامر هذا اللي خلى الفرق انها تكون لو ريكروتمون تاعها لا كومبيتيسيون تاعها ديجا توتالور كما قال سي مزيان لو نيفو تاعنا لو نيفو دو فوتبول دو كومبيتيسيون ديجا ضعيف. فما بالك اذا انت ما طعمتوش بدي ريكروتمون دو كاليتي دو ليكستيريور. هذيك ال 50 مليار كنا قلت انا شخصيا وهنا في هذه البلاصه بالذات قلت لك جوري ايمي كو السيتال سور 5 اني وما كانتش من صلاحيه الفيدراليه ان تاخذ هذاك القرار لانه ما يدخلش في النزاهه الماليه. لأن النزاهه الماليه موضوع اخر. الموضوع اللي يقول باللي انت واش مداخيلك هما اللي تصرفهم، مش كل عام تمد لها الاموال. هذا ظهر باللي انا كي نشوف لا كومبيتيسيون نوتامون ماهيش انا كي نحوس نجوجي لو نيفو. كي نشوف لو نيفو تاع جي اس كا امام الاهلي تشوف الاهلي هار بزاف. ما يخفاكش على ذكر الاهلي لاعب تريزيجي وحده يساوي جي اس كا كيما راهي. على ذكر صفقات الاهلي المصري في الصائفه السيد مزيان استخدام تريزيجي من نادي طرابزونسبور التركي 1.6 مليون دولار. بن رمضان من التونسي من نادي ماجري 1.8 مليون دولار. نادي سانداوس استقبل نونو سانتوس من نادي غيماراش البرتغالي بمليون دولار. ونادي بيراميدز استخدم اللاعب البرازيلي ايفرتون من فريق قبرصي ب 2 مليون يورو. اين نحن الانديه الجزائريه من صفقات هذه الانديه؟ هذه نقاش مفتوح. نخلي سيد. احنا قلنا اليوم الذي طرح فيه نصف عليها سي عبدوش اللي كان على مستوى لا دي جي انسان وهو الذي اخرج اوراق دي سي جي اف. دي سي جي اف لا كاين دي سي جي ولا ما يهمش. احنا المهم نقولوا لا دي ان سي جي. هذيك لا دي ان سي جي هي التي اخرجت الديون اللي كانت انذاك بما يقارب 10,000 مليار يعني كناس لاعبين وامور وكان يمشي ويكرزيو. قال كان لابد من معالجه هذه القضيه. انطرح الاشكال ولكن انا نقول au moment c'est-à-dire d'affronter la situation difficile كانت وضعيه صعبه جدا انك نمشيو يفالي لافرونتي باش نلقاو لها حلول. ما نروحوش لي سوليسيون دو فاسيليتي. لا سوليسيون دو فاسيليتي والله غتسمح لي باش نعود لك انت كمسير كاداري كيف الهيئات الكرويه الاتحاديه والرابطه كيفاش ترافق الانديه الجزائريه في المنافسه تقنيا برك لا تقنيا نو سي لو بلان ما عنده لا ديسيجن سي اون ديسيجن بوليتيك انك تعيط للشركات الوطنيه وتقول لهم روحوا زور في اوكان بريزيدون ديريكتور جينيرال دون غروند انتربريز ناسيونال ما يقرر لي بور سمو يجمع جماعه ويروح. امر سياسي خذته القرار. انا قلت هذه سيتي سوليسيون دو فاسيليتي. هذا قرار تسهيل. علاش نقول هذا قرار سهل؟ اننا ما خذيناش كي كنا ناناليزيو ما خذيناش فريق. مثلا نعطي مثال بسيط. كان عندنا فريق يعني يدي في اموال الدوله وكان عندنا فريق اللي ما حتى البلديه ما تعطيهش فلس اللي هو بارادو يدخل الملايير كل سنه وعنده تكوين ويبعث في اللاعبين الخارج. اوليو دو بروندر هذا ليكزامبل ونجينيراليزيوه على رحنا فير لا سوليسيون دو فاسيليتي او جلبنا شركات وطنيه شاك اني راهي في 200 مليار. يا سي هذا امر من الناحيه الاقتصاديه غير مقبول. لو تقول لي انا راني نستثمر ومن بعد انتظر عائدات سور الاستثمار صافي اون كانزان داني والشركات تمد في الاموال والاموال هذه ما يرجعش منها فلس. وهذا امر ما كانش روتور سير انفستيسمون. وهذا الامر هذا من الناحيه الاقتصاديه خاصه في الظروف اللي رانا نعيشوا فيها في الجزائر. وراك شايف لا بي ال اف قانون الماليه راه فيه ان ديفيسيت دو 50%. انا ما نقبلش غدوه تروح الديفيسيت تروح تفينونسي فيه لي كلوب دو فوتبول. سيد مزيان جمال مسعودان تحدث عن الجانب المالي، تحدث كذلك عن الجانب التقني. وانا كنت اشاهد في لقاء مولوديه الجزائر نادي الهلال السوداني في بنك احتياط فريق مولوديه الجزائر. عندك الحق 9 لاعبين. عندك محديد من مواليد 2007، دنداوي مواليد 2005،
حمدوش 2005، أناطوف 2006. هادو 4 لاعبين أمام فريق الهلال اللي عنده 17 أو 18 لاعب أجنبي، زائد عدد كبير من اللاعبين الدوليين السودانيين. هل ممكن أنك تواجه بهكذا تركيبة الاتحادية تفرض عليك 5 لاعبين من مواليد 2005؟ لا، هذه تكلمنا عليها من قبل وقلنا باللي ما راهوش من حق أي واحد يملئ على النادي، على الفريق، باه يلعب فئة من الفئات الصغرى مع الفريق الأول. هذا القرار التقني يرجع للفريق، يرجع للمدرب الفريق، ويرجع إلى إدارة الفريق. صح. ولكن بصفة عامة، وش يخص الكرة الجزائرية حاليا لكي على الأقل نتوجه إلى السكة الصحيحة؟ وش هو؟ ما عندناش موديل، ما عندناش نموذج موديل دورغانيزاسيون اللي يتماشى مع الواقع الاقتصادي لبلادنا، وكذلك مع الطموحات اللي عندنا في كرة القدم. بارادو موش موديل لو سول اي بو اتر جينيراليزي. لو سول موديل اللي عندنا البارادو، لو سول موديل اللي كاين. ممكن حتى الموديل تاع البارادو نحسنوا نوعا ما. اذا علينا، هذا هو الحلول اللي كنت نتكلم عليها من قبل. قلت اوليو قال نحبطوا الخلاص الى 50 مليار او الميزانيه تاع الفرق، لازم مرحله انتقاليه باش نوصلوا الى هذا الى هذا القرار هذا. ما راهوش ممنوع انك تريد ان تحبط شويه من معليش، ولكن لا يمكنك انك ما يكونش عندك طموح تدي رابط لان هناك فرق سيد مزيان عندها ميزانيه تاع بدايه السنه، اموال كبيره، ما تقدرش ما تقررش مع بدايه السنه. اعطي مهله، قال سنه سنتين لازم نوصلوا لهذا. واش من واجبك انت كاتحاديه؟ توجب عليك تلقى له موديل، لازم تلقى له موديل دورغانيزاسيون. قال الفرق تاعنا هاوليك النموذج التنظيمي اللي يليق باش نقدروا نروحوا او فري بروفيسيوناليزم. لان اكيد ان الدوله راهي تبذل في مجهود كبير، اي تبني في انشاءات وتمد شركات الاموال للفرق. والبعض يقول هذه الاموال مش كافيه، لان مقارنه تقنيا مع الفرق اللي نلعبوا ضدها هم عندهم سهولات اكثر وعندهم امكانيات اكثر. لازم نرفع من الامكانيات تاعنا. هنا اللي لازم ياخذ القرار، هل نرفع من نحاولوا نكون في مستوى هذه الفرق ماديا بالمال، او قال احنا ناخذ طريق اخر، قال احنا نبني المستقبل. هاو النظام الجديد كيفاش يكون. وانا مع ونمشي وشوف ونخليو لا كوب دافريك، لا كوب هذا قال نخليوها سور 4 سور 5 ما نقدروش ندناو ليها. ولكن من على 4 سنين 5 سنين 6 سنين 7 سنين 8 سنين الجزائر راح ترجع بقوه. هذا هو، لأننا اعتمدنا على التكوين. بيان سور، هذا هو القرارات الشجاعه اللي لازم تؤخذ وتفسر للجميع. قال هم القرارات اللي ناخذوها حاليا لكي نسترجع نوعا ما كنا عليه من قبل. هل ممكن كذلك نقطة أخرى تتعلق بتقييد عدد الإجازات؟ نشاهد مثلا النادي الأهلي المصري عنده 35 إجازة، بينما شيبة القبائل ومولودية الجزائر عندك 5 من مواليد 2005 زي 22 لاعب، منهم 3 حراس. وشفنا الشبيبة والمولودية كان عندهم إصابات، بنك الاحتياط تقريبا فارغ، ما عندكش بدائل اللي تقدر تواجه هذه الأندية. شوف، إذا لاحظت في الأهلي عند مدخل شوبير الحارس الثاني، أنا بالنسبة لي كان أحسن بكثير من شناوي. أنه إنسان اللي يدخل ويدير لك دو زاري دو بيت، شنو تشوف لا كاليتي معناتها أنه لا كاليتي تاع البون
يلعب دور كبير. وامام عاشور خلينا عاشور قيمه كبيره، جير قيمه مسمومه. انا ستادير انا حنقول لك باللي لا كاليتي دو بان انه هو اللي يعطيك الحلول عندما توجد صعوبات في باش تفك الشفره. تدخل البون يعطيك لي سوليسيون. احنا رانا في اطار كومون ديفلوبي، السؤال الكبير كومون ديفلوبي نوتر فوتبول. لا ميسيون بريمير في لي ريغلومون جينيرو دو لا فيدراسيون الجيريان دو فوتبول هو تطوير البالو. اليوم الكره العالميه راهي خاضعه للعلم. اليوم اون انترودوي لي في الفوتبول، توت ايت على باز دو سيونس. معناتها انه اليوم اذا حبيت تلعب الركب ça veut dire, je rejoins ces musiciens, il va falloir être courageux et décider d'une feuille de route. احنا كي قلنا la dernière fois, puisque le train a pris, le train était en marche, mais on ne pouvait pas, قلنا il faut l'étaler sur 4 ans. أنا j'ai parlé de 4 ans pour ramener مرحلة انتقالية. في المرحلة الانتقالية تجبر تلك الفرق على اساس انها تروح تبعث على دوطر مصادر تموين اخرى باش تكونوا مي اون ميم طون تكون لا فورماسيون تكون اون كور دو روت. احنا جينا لا فورماسيون كي تي اوبارافون ديسيدي par la fédération algérienne زادت حبست، ولي سونتر دو فورماسيون كي دوفي بروندر اون شارج لي جون وامورات كما كنا نقولوا زادت حبست، ولينا درنا دي سونتر بور لي زيكيب ناسيونال. هذه قرارات خاطئه اون لا باي اجلا ام عاجلا. قبل ما نغلق عاجلا ام عاجلا. نعم فقط نزيد نقطه فقط. صح. اكيد لو نقترح على السلطات العموميه، اقترح عليهم برنامج قال هاوليك لو دياغنوستيك اكتويل، هاوين التشخيص هاوش كاين الحاله نشخصو، وقال هو رانا رايحين به، هاوين وصلنا له، رانا داخلين، رانا في الحيط. وهاوليك الطريق الجديد اللي احنا نطرحوه، هاول كيفاه رايحين البرنامج الجديد اللي نديروه، هاو التكاليف تاعو. اكيد انا متاكد لو كان هذا البرنامج يقدم الى السلطات العليا تعطي لاكور تاعها وتساندوا وتجسدوا في الميدان وتحميه. لان لما ما كانش ما تطرحش، ما كانش مازال ما شفناش. على الاقل احنا رانا نتبعوا الصحافه، رانا نتبعوا لي زانفورماسيون اللي كاين بما يخص الفوتبول، مازال ما شفناش. مازال ربما الاطرحه اللي كاين اللي راهو يطرح شويه حلول، بعض الصحفيين اللي راهم يكتبوا ويحاولوا يجتهدوا لكي يعطيوا بعض الحلول، ولكن خليني كلمه نسال. انت شوف بور شونجي لو سيستيم دو كومبيتيسيون دايرين ان كوليج تكنيك ودايرين بيرو فيدرال، ما فيهش نقاش، فيه قرارات باش تعيط لي تكنيسيان qui était censé, le collège technique était censé être la chambre où doit se discuter tout ce qui est football. بما فيها le système de compétition، بما فيها قرار انك تنحي le U23، est-ce qu'il fallait les laisser ولا les enlever ou est-ce qu'il fallait تدخل الاجانب من 5 إلى 4. هذا الامورات كل كانوا قرارات، انا بالنسبه لي قرارات ارتجاليه، لانه رانا دايرين هذا لي انستيتيسيون كون افي كريي بور سامبل ديكور. لماذا لا نشرك مثلا الكوليج تكنيك مثل ما يقول جمال مسعودان؟ اليوم الانديه الجزائريه عاجزه على مجابهه هذه الانديه الكبيره في رابطه الابطال، على مجابهه الاهلي، بيراميد، سان داونز، اورلاندو بيرات، الترجي التونسي. يديروا لنا تشخيص لي واش هما الحلول. هذا سنين وحنا نطالبوا اللي يحبوا الكره، اللي يتبعوا الكره يطالبوا التوضيح الطريق اللي راه الكره المحليه رايحه فيه. وضحوا لنا وين رانا رايحين، قولوا لنا واش راه يصرى، واش راه يدار. المديريه الفنيه مقالات ما عندهاش لي كونفيرونس دو بريس توضح الرؤيه تاعها. هذا ما يعنيش ان هاد الناس هذو اكيد ان عندهم التجربه وعندهم المستوى في المديريه الفنيه، ولكن لازم يفو روندر لو ديبا بوبليك، خلي الناس تعطي رايها، نقاش عام، يكون نقاش عام.
تستفاد كلنا نستفاد. هذا ما نتمنى ان شاء الله. نمر الى كلمة كاس أخيرة. نعم. كلمة أخيرة. أنا حضرت سمعت رئيس الجمهورية في ان دي كونسي دي مينيستر طلب من الوزراء أولا وقبل كل شيء، وهذا له عنده شهرين، طلب من كل وزير أنه يبريباري ان في دو تاع سون مينيستير بالتدقيق. وفي ذلك اليوم اللي طلب أنه قبل نهاية 2025 تكون لا نيميريزاسيون كاس تو لي سيكتور، وكل وزير يجيب برنامج واقعي موضوعي وفيابل وديفوندابل، تجيب المشروع. احنا نتمنى ان شاء الله، نحن ننتظر انه تكون وزاره الرياضه قدمت مشروع، وفي الفولي فوتبول نتمنى انه يكون هذا المشروع ان شاء الله اللي كاين نناقش ان شاء الله. نمر الى كاس الكاف. الامور مختلفه بالنسبه للانديه الجزائريه. شباب الوزداد فاز يوم الجمعه على نادي سينغيدا التنزاني بثنائيه نظيفه بالحسيني وكذلك بالغيط تقريبا في ربع ساعه الاول من الشوط الأول. شباب حسم الأمور وكسب النقاط الثلاث في الجولة الأولى من دوري المجموعات لكأس الكاف. فريق اتحاد الجزائر البارحة في المجموعة الأولى كذلك فاز على نادي سان بيدرو الإيفواري ب3 أهداف مقابل هدفين. أهداف الاتحاد كانت حملة توقيع كل من خالدي عليلات وكذلك رضواني أمام نادي سان بيدرو. هكذا الاتحاد كذلك بداية نقول موفقة ومثالية في كأس الكاف. الأمور مختلفة. الأندية الجزائرية أكثر ارتياح في كأس الكاف. بداية مشجعة موفقة عفوا. بداية مشجعة، ولكن أنا فهمت الجمهور غضب الجمهور والله جو ناري با لو كومبروندر، مانيش فاهم. في لقاء اتحاد الجزائر البارحة مع سان بيدرو. احنا واش نقول، ماناش راح نغطيو الشمس بالغربال. سا مو با دير كو دوكا السي ار بي في كوب كاف حنا كنت تقول تبع لا تشامبيونز ليغ نورمالمون لي سونسي ريبريزونتي لي ميور. وكنا نشتكي مش معناتها انه او نيفو دو لا كوب كاف سي ان نيفو اوسي حبينا ولا كرهنا، سي ان نيفو انفيريور على واش يتلعب في لا تشامبيونز ليغ. المهم احنا نتمنى كل سؤال المولوديه الجياسكا كان نتمنى لهم يفوزوا، نتمنى لهم يروحوا، ولكن نزيد نرجع ونقول دائما وابدا نقول لو تصور لو بن شيخه كوم سي لافي كوني لا ستابيليتي او مومون او لافي كان حتى كاس الكاف 2023 ولا سوبر كوب. نعم 2023 ضد من؟ الاهلي مصر. ضد الاهلي. صافي دير كون كملت هذيك الديناميكيه سي اون لافي ليسي لو بونوم ترافايي، وكان عنده يعرف اين هم النقائص واش يحتاج كوم سيبنو. هذا امر اوسي يفضل لو بروندر اون كونسيديراسيون، لانه اليوم رانا الله اعلم لو ديرني شيفر كو جافي رانا في 14 اقاله للمدربين. لانستابيليتي تكنيك ما تخدمش في صالح الفرق، لاننا اليوم سي فري كما كنت نقول انا توتالور. علاش انا جي راجوتي قلت هذا سي مزيان هذا البروغرام هذا لا فاي دو كي تتحط تقترح الحكومه وتوافقها الفو كان لا بروتيج. علاش البروتيجي كونتر كي؟ باسكو حنا نعرف باللي اليوم كي يوقع الضجيج ويوقع تو الموند فو دو ريزولتا تو سويت ماتنون. ما جبتش ريزولتا زوج اثنين تروح. وهذا الامر هذا صدقني ما اولا ما يطورش الفريق وما يطورش الفوتبول. نعم سيد مزينيغيل، بالنسبه للشباب والاتحاد في كاس الكاف بدايه جيده. من الناحيه التقنيه هذه المنافسه هي التي تناسب امكانيات فرقنا حاليا. ممكن نتنافس على الكاس. نكونوا صارحين، هذا هو مستوانا بصراحه. هذا هو تلعب لا تشامبيونز ليغ، تلحق الكارت فينال تحبس. إذا لحقنا الكارت ممكن هذا الموسم الامور صعبه. نتمنى لكن نهضروا عامه. واش شفنا في هذه السنوات الاخيره والفرق اللي كاين بين مستوانا ومستوى الفرق اللي تلعب على الالقاب. صح بما يخص الكاس الكاف اكيد ان فريق كشباب الوزداد واتحاد العاصمه امكانياتهم التقنيه تسمح ان تمشي بعيد في هذا ولكن هذا ما يلزمش يغطي لنا الشمس بالغربال، لان هذا كل الفرق الجزائريه متعرضه الى
لما فيهاش لو ريزولتا راه يكون احتجاج وتدخل المناصرين والمدرب يروح، وفي بعض اوقات اخرى يروح المدرب ويزيد يروح الرئيس في بعض الاحيان. اذا الى متى هذا؟ اذا ما كانش تغييرات اداريه اللي تجي من الاتحاديه، قال تلعب ب5 تلعب ب4 تلعب ما عندكش، نحي هذا دير هذا دير هذا. اذا كل هذا العراقيل ما راهيش في صالح الفرق تاعنا. وعلاش كنت نقول لك انا لازم تكون اون فاي دو روت وتكون نظره واضحه ولازم توضح للمتتبعين لكرة القدم. هل انا نتساءل برك انا نتساءل برك علاش نو غرادان نو تريبيون مدرجاتنا نعم سون اتراكتيف، العالم كامل يهتم بها، مي كي ترجع للمستطيل الاخضر سي لا غروند ديسيبسيون. حتى نو ماتش نو سون بلو ديفيزي حتى على مستوى العالم العربي. انا راني نقول باللي المسؤولين كنا نتكلم على العلم واللي il faut introduire la science ou il faut inviter les gens de la science باش يجيو اوتور دياغنوستيك فلا ربما نتفق عليه 99%. البروغرام دو سورتي دو كريز دو نوتر فوتبول فا تري تري مال. سي مزيان قال لك راهو راح يخبط في حيط، راهو خبط فلا ربما وراح يزيد يعاود يزيد يخبط. اليوم نوتر فوتبول يفودري لو بروندر اون شارج بور سو دير اون توت اونيتيتي. اولا تكون عندنا الشجاعه بور دير باللي الامور ما راهيش تافونسي، ولكن ديبونس راهم يطلعوا. اليوم عندنا 9 ولا 10 فرق تتكفل بهم شركات وطنيه اقتصاديه. هذا في البلان سور لو بلان دو لانتيغريتي فينونسيير هذا خطا معليش غير مقبول انه 6 فرق ما تفينونسيهمش و10 تفينونسيهم الدوله. هذا جانب. فرق اخرى اخذت خلينا اعانات سبونسور 30 مليار سنه 30 مليار سنه. هذا جانب من le modèle de développement, le modèle de prise en charge, le financement du football professionnel حاليا ما راهوش في الطريق الصحيح. صحيح فوالا ما راهوش في الطريق الصحيح. ويجي نهار لو كان نكملوا هكذا وين البوفوار بوبليك راح ياخذ قرار حبس الفينانسمون هذا يصير يوقف، يموت الفوتبول. يموت الفوتبول. الفوتبول راح لازم علينا نفكر اليوم، لان مازال عندنا هذه الامكانيات ان الدوله مازالها راهي مازال تمول. علينا ان نوضح اهل كره القدم يوضحوا الطريق اللي لازم اللي تخرجنا الى مستقبل افضل. نعم ان شاء الله. نعود الى الشباب والاتحاد. هل نطمح ان الفريقين يذهبان بعيدا في هذه المنافسه كاس الكاف؟ نعم بامكانهم جدا انهم يدعوا. جو سوي اونتيرمون داكور مع سي نوتر نيفو و نو بوفون اتر نقدروا نكونوا في المستوى المطلوب ونقدروا نروحوا بعيد في كاس الكاف. سي مزيان قال لك في لا تشامبيونز ليغ إلا رحنا لو كار دو فينال سي ان اكسبلوا، سي ان غروند اكسبلوا، وانا اونتيرمون داكور معاه لانك راح تدخل مع لي بوليد. ولكن في او نيفو دو لا كاف فرق من مستوى بطولتنا. ولذا انا ارى ان السي ار بي خاصه السي ار بي ومع لوزما اللي عندها خبره في الميدان وخبره كان بامكانها انها تدافع لو تيتر تاعها كونسيكوتيفمون لولا قضيه بركان. اليوم انا نشوف باللي لي دو كلوب تاعنا بامكانهم يروحوا لابعد حد. نعم ولكن لابد ان يكون الهدوء خاصه في بيت فريق اتحاد الجزائر، لان بعض الصور اللي شاهدناها البارحه قول ما تشرفش لان شتم اللاعب عليلات وكذلك المدرب عبد الحق بن شيخ. نعرفوا اتحاد العاصمه المناصرين تاعو دائما كانوا ليكزامبل. سي دان اكزامبل صحيح. يسيبورتيو مليح ليكيب تاعهم وينوعوا في لا فاسون دو سيبورتي ودائما موجودين مع الفريق ويساندوا في الفريق. ما نهدرش على كل سيبورتر، لا ماجوريتي مازالهم في هذا المستوى، ولكن كان البعض ربي يهديهم ان شاء الله اللي ما راهمش يعاونوا في الفريق تاعهم بكل صراحه. نعم نتمنى ان شاء الله كل التوفيق للانديه الاربعه لانها ستلعب يومي الجمعه والسبت الجوله الثانيه لرابطه الابطال وكذلك كاس الكاف. يوم الجمعه اعتقد هناك 3 مباريات: مولودية الجزائر نادي سانداوس، شباب القبائل يونغ افريكانز في رابطه الابطال،
واتحاد الجزائر يوم الجمعة كذلك مع أولمبيك أسفي في كأس الكاف. ويوم السبت شباب الوزداد في الكونغو برازافيل مع نادي أوتوغو من كونغو برازافيل. التدارك للشبيبة والمولودية والتأكيد للاتحاد ان شاء الله. والشباب. وصلنا للختام. شكرا لك سيد مزيان. شكرا مصطفى. انا عندي كلمه. شكرا لك. شكرا. عندي كلمه برك بور ابويي سكو الشيء اللي قالوا سي مزيان. انا جو لابوي باسكو هو طلب وقال اننا بامكاننا اننا نقدم مشروع علمي منطقي واقعي على حاله كرتنا ونقترح عليه مقاطع. انا نتمنى من رئاسه الجمهوريه ان تستجيب، وانا كنت من قبل طلبت انه يكون ان كوميتي دو سيونتيفيك دي زونسيان امور يخموا في ان في دو روت خارج الاطر الفاف ولا مينيستير ولا مور. سي ان كا كي بروبوز او لا بريزيدونس اي سي لا بريزيدونس كي لا برون ان شارج. نوتر فوتبول سبورت تري مال، مع رياضتنا تعاني وتعاني كثيرا، ولذا نقول أنا نتمنى أن هذا الاقتراح يلقى أذن صاغية إن شاء الله. شكرا لكم جميعا مشاهدينا متابعينا الأعزاء. وصلنا إلى ختام عدد اليوم. أبقوا أوفياء دائما لبرنامجكم الرياضي زون ميكس، وكذلك اشتركوا في مختلف منصات التواصل الاجتماعي لبرنامج زون ميكس على قناة بطولة تي في. شكرا لكم. إلى اللقاء. الموعد سيتجدد يوم الخميس المقبل إن شاء الله. السلام عليكم.